بعد ما شفت الفتحة اللي في الحيطة ما صدقتش اللي جواها، كانت جثة جن مقتول ومدفون في الحيطة. هو في كده أصلا؟ أنا ما كنتش مصدق اللي أدهم بيقوله، ده جن اتقتل من ملك الجن ودفنه في عالمنا علشان يتعذب أكتر، وفي الغالب كان في ساحر بيستخدمه هنا علشان يعرف سر الطلسم اللي بيخلي اللي يعرفه يقدر يستدعي ملك الجن ويحبسه ويقضي عليه. المهم أدهم رسم حوالينا دايرة جوه دايرة جوه دايرة، وهو بيقول شوية كلام ما فهمتش منه حاجة، ولما سألته عرفت إن الدوائر دي هتحمينا من الجن اللي مالي العمارة ومستني الإشارة علشان يقضي علينا. بس فجأة سمعنا خبط جامد على باب الشقة وصوت الناس بتقول كلام مش مفهوم. قلت له هنعمل ايه وهنهرب ازاي من العمارة دي؟ لقيته بيبص على البلكونة وبيقول لي مفيش غير الحل ده، احنا في الدور الأول. وقد كان، هربنا من البلكونة وركبنا العربية ورحنا على الفيلا اللي ساكن فيها أدهم، واشترينا في الطريق شوية حاجات غريبة زي ألواح إزاز وأعمدة نحاس صغيرة وغيرها. وصلنا وطلعنا السطح بتاع الفيلا، وبدأ أدهم يجهز حاجة شبه قفص زجاجي، وطلع إزازة معاه كان فيها دم استخدمه علشان يكتب الطلاسم على الإزاز. طبعا أنا فهمت إنه كان بيستدعي ملك الجن علشان يحبسه ويقضي عليه. فضل يقول ويكرر في الطلسم بس مفيش حاجة حصلت. اكتشف ان في رمز مش ظاهر، فدخل القفص يكتبه، وفجأة الباب الازاز اتقفل عليه جامد، كأن الازاز اكتسب صلابة رهيبة. فكرت اكسر الازاز بحجر بس ولا اتأثر. بصيت لأدهم اللي الدموع كانت مالية عينيه لما تكون وراه كيان بشع لابس تاج كبير، وفضل يضرب في أدهم وانا واقف مش عارف اعمل ايه، لحد ما كسر دماغ أدهم بقوة رهيبة في الجدار الازاز، ووقع أدهم ميت، والكيان ده بيبص لي وبيستعد علشان يقضي عليا انا كمان.